اخر حاجه كان ممكن اتخيلها ان انا اتاخر عليكم اسبوع كامل في الراوند اب بتاع الاخبار الحلوه بتاعه الشهر ومحدش يسالني انت فين يا مريومه. رقم واحد مش مسامحه، رقم اتنين لو كنتوا مهتمين كنتوا هتعرفوا ان انا كنت بنقل من دبي للقاهره وبعمل السيت اب الجديد. رقم ثلاثة تعالوا اقول لكم الاخبار اللي فاتتكم خلاص مسامح كريم. في اجنبيه نزلت فيديو للبيبي بتاعها في مصر وكانت بتوري قد ايه الشعب بتاعنا ترحاب وكان شايله تقريبا فوق راسه. اللحظه دي بقى كانت قريبه على قلبي قوي وهي للفنان يحيى الفخراني وهو بيهادي الجمهور بالورد بعد انتهاء عرض مسرحيته الملك لير. لو ما شفتوش لازم تروحوا على اسوان وتشوفوا الحيطان الجميله دي اللي رسمتها الفنانه مها جميل وقلبت العالم كله. وان فرقه مصر للسكواش الناشئين كسبت بطوله العالم للمره الثامنه في تاريخها. وعارفين بقى شارع ابراهيم باشا اللي في الكوربه قريب قوي هيبطل يبقى فيه عربيات خالص وهيبقى كله للمشاة. الاهم من كل ده بقى ايه؟ ان الاخبار اللي انا بقول لكم عليها دي كلها نقدر نقول عليها مسكنات، حاجه تقدر تزقنا ان احنا نكمل في الحياه بصعوباتها، والاهم ان احنا نسلط الضوء على الناس اللي حرفيا مش لاقيه تاكل في غزه ونفضل نتكلم عليهم الى الابد. اوقفوا الحصار على غزه. شكرا.